عليكم. رانا مباشرة من مطار دبي الدولي. قال لك منع تأشيرة ترانزيت بالنسبة للجزائريين، مع أنه الخطوط الإماراتية أعطتنا فوتشر لوتيل كما راكم تشوفوا، ولكن قال لك السلطات منعت الفيزا ترانزيت للجزائريين. السبب ما ناش عارفين. الموسم هذا ويلا يعني باقي يزعبطوا هكا. قبل ما تقول دويلة الإمارات يا تبون وتبهدلنا وتمرمدنا ويجيك رد من عند إماراتي كما هذا، دير حساب يا تبون. أنت وين والإمارات وين؟ في وقت يتسابق فيه العالم على جذب الزوار، الإمارات تكتب أرقاما غير مسبوقة وتاريخية. في عام 2025 استقبلت دبي لوحدها 19.59 مليون زائر دولي، رقم قياسي جديد للعام الثالث على التوالي ونمو. الجالية الجزائرية المقيمة في الإمارات، ما تدخلوش في هذا الصراع وما تلعبوهاش 1 2 3 فيفا الجيري وقافزين. ردوا بالكم، تتعشى لكم وتلقاو رواحكم مرميين في الجزائر. الإمارات ما عندها ما دير لكم، تلغي لكم التأشيرات تاعكم ونقول لك يقود روح لبلادك. سموني واش تحبوا، سموني حركيه، سموني اي حاجه، ولكن انا اذا ناضت الحرب بين الجزائر والامارات انا اكيد مع الامارات. اني عشت كمقيمه في الامارات وعشت كمواطنه في الجزائر، وكان عندي الحقوق كمقيمه اكثر من واش كان عندي الحقوق كمواطنه في الجزائر. المشكل هما ما راح يضرهم والو، يعني الجزائر هي اللي راح تنضر، باسكو هي اللي جابت روحها على كاع الدول ما عندهاش علاقات مليحه مع حتى دوله تقريبا. بصح الامارات عندها للاماراتيين. هذه التصريحات لا تمثل الشعب الجزائري. هذه التصريحات تاع دويلة الإمارات وهذا التصغير لا تمثل الشعب الجزائري، لا تمثل إلا تبون وحده يتحمل المسؤولية وحده، وستسجلها كتب التاريخ والأجيال القادمة أنه أهان دولة صديقة وشقيقة وحاول تقزيم شعب ودولة وسيادة نحترمها بالرغم من أننا نختلف معه. نحن الموسم هذا ويلا يعني باقي يزعبطوا هكا، وهاو يدخلونا في انتخاباتنا الأولى والثانية، دخلوا في هذه أو يتهدوا، وإحنا دوك نفقروهم غير بالتحكيم الدولي. ولا أي روح حكم روح، تخلينيش ندم على النهار اللي عرفناكم فيه. رسالة القنوات الجزائرية كومبلي كامل من اليتيمة وجيب. شوف هي تحكيو الحقيقة تاعنا حنايا كشعب جزائري كيف رانا عايشين. يا درك نوليو حنا نصوروا ونحطوا في مواقع التواصل الاجتماعي ونعتوا للمسؤولين اللي راهم ساكنين في كليب ديبا وموريتي، نعتوا لهم كيف رانا عايشين في الجزائر. مسيكم الله بالخير والنور والسرور ويا مرحبا الساعة. البارحة صديق جزائري بعث لي رسالة يقول لي الحكومة الجزائرية تلغي الاتفاقية النقل الجوي مع دولة الإمارات، ويسألني عن تأثيرها السلبي. من وجهة نظري الشخصية خلينا نقارنها قبل بالأعداد الرقمية. طيران الإمارات تسير 6 رحلات إلى الجزائر. عدد رحلات طيران الإمارات في الأسبوع أكثر من 3600 رحلة حول العالم. لينا نشوف نسبة الرحلات هذه اللي هي تروح للجزائر، ما أعتقد أنها تزيد عن 0.1%، يعني عدد لا يذكر هذا الشيء. الشيء الثاني، عدد المواطنين الجزائريين الموجودين في الإمارات 12,000 أو ما يزيد عن 12,000 جزائري. كم عدد الإماراتيين الموجودين في الجزائر؟ لا يذكر، عدد يمكن 5-6 فقط إذا ذكرنا من ضمنهم طاقم السفارة الإماراتية اللي موجودين في الجزائر. زين، منو نستفيد من إلغاء هذه الاتفاقية، أو من الخسران على صح من إلغاء هذه الاتفاقية؟ طبعا من وجهة نظر الجزائر اللي خسرانة لسببين أو ل3 أسباب رئيسية أذكرها الآن. أول شيء، هذه الرحلات تعتبر المنفذ أو أحد المنافذ للشعب الجزائري، إنه يقدر يخرج يسافر يروح حول العالم أو يطلع حتى من خارج الجزائر. بإلغاء هذه الاتفاقية أصبح الآن هو في سجن كبير جدا يسمى الجزائر. هذه شيء. الشيء الثاني، هبوط الطائرات أو عبور الطائرات أو غيرها تعتبر للجزائر مدخول اقتصادي. يعني لما تعبر الأجواء طبعا الطيران يدفع للحكومة الجزائرية، الهبوط كذلك يدفع للحكومة الجزائرية. هذه الجزائر الآن حرمت نفسها منها. هذه ثانية. الثالثة والأهم طبعا
التجارة أو تبادل التجاري مع الجزائر، كم تأخذوا منا وكم نأخذ منكم؟ أنتم الآن بوقف هذه الرحلات ضيعتوا على أنفسكم مدخول أو تبادل اقتصادي أو وازع اقتصادي مهم ومحرك اقتصادي مهم للجزائر. زين، الخلاصة أو باعتبار الجزائر ليش أقدمت على هذه الخطوة؟ ليش ألغت هذه الاتفاقية؟ طبعا الدول أو الحكومات الفاشلة التي تعد شعوبها بحاجات أو بوعود ولا تستطيع تحقيقها تخترع لها عدو وهمي. فمثلا هناك وعود من الحكومة الجزائرية بتطوير البنية التحتية، بتحقيق نمو اقتصادي، توفير عدد الوظائف بالجزائر. بما أنها قربت إلى التاريخ المحدد أو نهاية الخطة الموعودة وما استطاعت إيصال هذا الهدف، فالآن تخترع لها عدو وهمي. الجزائر لها عداوة مع دول الجوار، مع ساحل العاج، لها مع النيجر، لها مع دول كثيرة، ومن ضمنها أيضا مع المملكة المغربية. زين، ليش اختارت الإمارات؟ مع أن الإمارات في بعد بيننا وبينهم تقريبا أكثر من 5000 كيلو. ليش اختارت الإمارات؟ لأن الآن الأخوان المسلمين شالين حملة على الإمارات، والآن الجزائر تحاول تعليق فشلها على دولة الإمارات لإشغال شعبها بأن هناك عدو حقيقي هو الذي سبب الفشل لكم. بصح الإمارات عندها علاقات دولية ملاح مع كاع، يعني شكون الخاسر في لافير؟ شغل حنا اللي نتقاسوا اللي رانا ساكنين هنايا بهاد الهضره الزايده اللي راهم يهضروا فيها، والتلفزيون الجزائري ما التلفزيون الجزائري. بغيت نقول لدولة الجزائر اللي راهي تهضر على الإمارات، واش راكم موفرين للمواطنين؟ واش راكم موفرين للمواطن؟ مناصب شغل كي الناس وما كاينش، رانا نجو هنا نتعذبوا نخدموا 14 ساعه 15 باسكو مناصب الشغل غير متوفره والاجور ناقصه، والتعليم ما نهضروش. يعني كيفاش نهضروا على ناس عطاونا فرص وعطاونا، يعني واش الفايده؟ ما فهمتش اين هي الفايده من هذا الفعل هذا. وهذه المراه اللي راهي تهضر شغل، حابه نفهم كيفاش قنعوك باش تهضري هكذا، يعني كيفاش قنعوك؟ وشخصيا وبصفه عامه نعتذر للامارات، لا تؤاخذونا بما فعل السفهاء منا، باسكو عشنا في بلادكم وكلينا من خيركم، وخيركم لاحقنا من راسنا لرجلينا. انا صراحه اعتذر على هذا التصرف هذا، وهذا الكلام مش ناتج علينا احنا ولا يمثلنا كشعب. نختلف معه. نحن لا ننكر ولا ننسى ان الامارات وقفت معنا من ايام الاستقلال تاعهم، هما مش تاعنا، من ايام الاستقلال انهم كبروا بالجزائر. لا ننسى انه ولي بومدين هو الذي ساهم في التنقيب على البترول في الامارات، وارسل اول مهندس جزائري اسس شركه بترول الاماراتيه. لا ننسى ان الامارات قدمت مساعدات للجزائر ايام بومدين، وقدمت قروض، وقدمت تسهيلات، وقدمت قروض سخيه جدا ايام بوتفليقه. لا ننسى أن بوتفليقة لما جاء من الإمارات جاب قروض بالملايير بدون فائدة من الإمارات. علاقتنا مع الشعب الإماراتي ومع القيادة الإماراتية علاقة جيدة جدا. وإذا كان قلنا باللي الإماراتيين حاولوا يتدخلوا في الشأن الداخلي وحاولوا يضغطوا علينا وحاولوا لأنهم لقونا ضعفاء، لأنه الإمارات لو كان لقاو الدولة قوية عاجل. في تصعيد غير مسبوق أقدمت السلطات الجزائرية على اتخاذ إجراءات صارمة طالت قطاع الخدمات الجوية المشتركة مع دولة الإمارات. هذا التحرك لم يكن وليد الصدفة، بل جاء تتويجا لشهور من التوتر المكتوم. التقارير الرسمية الجزائرية لم تكتفي بالجانب التقني، بل تعدته لاستخدام لغة سياسية حادة وصفة الدور الإماراتي في المنطقة بالمقلق. ويرى محللون أن الرئيس عبد المجيد تبون وضع خطا أحمرا أمام ما تصفه الجزائر بالتدخلات الإماراتية في دول الجوار، وتحديدا في الملفين الليبي والسوداني، حيث تتهم الجزائر أبو ظبي بصب الزيت على نار الحروب الأهلية، مما يهدد الأمن القومي الجزائري بشكل مباشر. الرد الإماراتي لم يتأخر كثيرا، لكنه جاء بصورة غير مباشرة. شكاوى متزايدة من الجالية المصرية في